بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حب النبي عليه الصلاة والسلام احنا مأمورين بيه. وفي الحديث الشريف اللي قال النبي عليه السلام: أحب الله لما يغدوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فالحقيقة بمناسبة النبي عليه السلام وحب النبي عليه السلام كان من أهم أو أكتر الناس المحبين للنبي عليه السلام هو والدي رحمة الله عليه، اللي هو يقترب ذكراه الثانية اليومين دول. الحقيقة كان عاشق جدا لحب النبي عليه السلام، وكان هو كان إمام وخطيب وفي حب النبي وزيارة النبي ومولد النبي عامل أكتر من خطبة. يعني كل الموضوعات عامل خطبة واحدة، لكن في الموضوع ده بالذات عامل كذا خطبة، لدرجة رحمة الله عليه إن هو مات رحمة الله عليه، أو بداية مرضه كانت قرب مولد النبي، وهو تعبان جدا في بداية ظهور الأعراض العنيفة عليه. صمم إنه يتسند ويروح الجامع عشان يودع الناس، انه كان يشعر باقتراب الاجر رحمة الله عليه. وكمان فاجئنا برغم ان هو ليه تقاليد معينة عشان يحضر خطبة، وهو كان تعبان ما كانش قادر يحضر ولا حاجة، انه استأذن الخطيب الاصلي وقال دي اخر خطبة عايز اخطبها، وكانت على مولد النبي عليه السلام عشان يختم بيها حياته المليئة بالصالحات. يختم بقى كمان حياته ويبقى حسن الختام آخر خطبة قالها هي خطبة عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كمان بيقول دايما في الحج ان زيارة النبي عليه الصلاة والسلام مش من واجبات الحج، ولكنها من واجبات الحب. فكان يقول: من حج ولم يزورني فقد جفاني. النبي عليه السلام كان بيقول كده، وجفاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام. ففعلا والدي كان اما بيلاقي حد بيهاجم او بيتكلم على النبي كان يتعصب جدا لحبه ليه صلى الله عليه وسلم. وخطبه ممتعة الحقيقة، وإن شاء الله بإذن الله يعني ننزلها لكم. خطبه جميلة جدا وممتعة في هذا السياق. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ويرحم أبي وأمي ويلحقنا به وجميع من نحبه وجميع أشياخنا وجميع من علمونا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع والدي ووالدتي وفي الفردوس الأعلى رحمهم الله جميعا طيب ثرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.